كشفت تقارير إعلامية مغربية أن السويسري فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر الجديد قد عرض على المدرب المغربي شعيب سيكوك العمل معه ضمن الجهاز الفني لمحاربي الصحراء خلال الفترة القادمة. وأوضح المدرب الجديد في مؤتمره الصحفي الأول الذي عقده الاثنين الماضي أنه أحضر معه مساعدين اثنين للعمل معه، مع إمكانية انضمام مساعدين آخرين خلال الأسبوع القادم. وصرح بيتكوفيتش أنه سيجتمع بمساعده الجزائري قبل تأكيد وجوده ضمن جهازه المعاون، بينما ذكرت وسائل الإعلام الجزائرية اسم بيل نغيز كمرشح محتمل لهذا المنصب. وبحسب تقارير صحفية مغربية، فقد عرض بيتكوفيتش على المدرب المغربي شعيب سيكوك الانضمام إليه في تجربته الجديدة مع منتخب الجزائر. ويتمتع سيكوك بعلاقة جيدة مع بيتكوفيتش، حيث سبق لهما اللعب معا في نادي لوكارنو السويسري، كما حضرا معا دورات تدريبية على مستوى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا. ويحمل سيكوك شهادة تدريب يويفا وشهادات أخرى من دورات تدريبية بأوروبا، وآخر تجربة مهنية له كانت في نادي الأهلي المصري، حيث عمل مدربا مساعدا للمدرب السويسري رينيه فايلر. ولم يتم تأكيد قبول سيكوك لعرض بيتكوفيتش حتى الآن، لكن التقارير تشير إلى أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي. ويعد سيكوك من المدربين المغاربة المتميزين، وله خبرة واسعة في مجال التدريب، مما يجعله خياراً مناسباً للعمل مع بيتكوفيتش في تدريب منتخب الجزائر.